5 مساجين سود، 4 منهم تالين، واحد أبيض بالعشرينات من عمره، طويل أبيض، تاتو جسمه كله من راسه لك رياسه، تالين التل ومدينا قسم الحمامات، 4 تالين ويطرحونه بالأرض بوم، والخامس يطالع طبعا منبطح على بطنه، والخامس يطالع ويقول بالإنجليزي، طبعا هم كلهم سود ما عدا هو الأبيض، طالع ويقول بالإنجليزي hold them tight take his clothes off. وبينما يقول عبارتين هذيلا لبس القفازات النايلون وكأنه دكتور جراحة على وشك عمل عملية جراحية لإنسان مريض. والولد الأبيض يلعبط no 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 man no I don't got nothing man no shut up بوم، واحد منهم صك على وجهه ومنبطح مسكين، وهذا يلبس القفازات وقال لهم take his pants down. وقاعد طبعا ها صاحبنا الدكتور المختص قاعد على ركبه على جسم الولد ويدخل ايده في مؤخرة الولد، والولد يصيح شراب بوم، واحد يعطيه، وهذا قاعد يعابل، و3 دقائق الربع على ما عراق فوق وتحت وتحرك والشيك هيز باري شراب بوم. وصاحبنا الدكتور يدخل ايده اخر شيء بالنهاية استطاع الحصول على اللي يبيه من جسم الولد بوم، طلع ولا شيء هالكبر، هذا عرضه هالكبر، ولا K2 مكبوسة كبس بما قيمة $6000 2000 دينار كويتي. وقاموا المساجين ال4 الولد طايح على بطنه، طبعا اغمى عليه فاقد الوعي، وصاحبنا الدكتور المختص يخلع القفازات ويقطها ويغسل ايده بالمغاسل، والولد اللي منبطح على بطنه صارينه برا جسمه والدم بحيرة بقعة وما تسمع منه إلا عواء وال5 اطلعوا من قسم الحمامات ورجعوا للعنبر. هذا المجني عليه اسمه واكو، وهال5 هذيل أفراد عصابة اسمها الدماء. اوكي خلنا نبدأ قصتنا من الأول. شو اللي صار توه؟ والله العظيم وين الشرطة؟ وين السجانة؟ وين العالم؟ تحسبهم عقاض وهم رقود. الشرطة طبعا السجانة ولا يدرون وين اللقاطة، ما في كاميرات داخل الحمامات، الحمامات هو المكان الوحيد اللي ما فيها كاميرات، وهذا مهجع مفتوح. اوكي slow down what just happened here. واكو باي ذا واي معناتها بالانجليزي المجنون، الخبل، المصاحي، المفعول به، المجني عليه، يشتغل صبي عند شخص من عصابة أخرى اسمها Unforgiven، عصابة بيضاء عنصرية تكلمنا عنها في الحلقة الماضية أو الحلقات الماضية. وهذا صاحبنا رجل عصابة Unforgiven اسمه بيلي ذا كيد. بيلي ذا كيد هذا اسم مشهور يعني في تاريخ أمريكا، ولكن هالولد هذا متبني الاسم هذا بيلي ذا كيد. ومنو هذا بيلي ذا كيد؟ بيلي ذا كيد رجل عصابة، رجل وله مكانة مرموقة في عصابة الأنفورجيفن، العصابة البيضاء المتواجدة في سجون أمريكا العنصرية بالطبع. والمكان اللي احنا فيه عنبر مفتوح ياخذ تقريبا 86 نزيل أسرة جنب بعض، والمكان منطقة اسمها فرانكلين، إذن منتجع فرانكلين. والكلام هذا حدث سنة 2018 وبالتحديد في فصل الصيف. بيلي ذا كيد رجل عصابة
ويشتري ويبيع مخدرات، ولكن ميزته إن عنده كونكشنز، عنده علاقات خارج المنتجع، الصاحبة، الأصدقاء، أبناء العمومة كانوا دائما في زيارة بشكل دوري إلى بيلي ذا كيد، دائما يزورونه. وبيلي ذا كيد متعود إنه في كل زيارة والترك، على أساس السجانة ما يشكون فيه، يعني مرتين بالشهر أهله يجيبون له صنفوف وهو يحطه في البؤبؤ ويجيبه إلى المنتجع في قسم الزيارات. هذه وظيفة بيلي ذا كيد. بيلي ذا كيد تاجر شنطة مشهور للغاية. يعني تقول أنت يعني رجل عصابة شلون تسوي الأمور هذه؟ وجوابه بسيط: It's the only way bro. It's the only way. هذه الطريقة الوحيدة، على الرغم أن في طرق أخرى، ولكن هذه كانت الطريقة الوحيدة اللي بيلي ذا كيد. أهل يهربون المخدرات من خارج المنتجع، يحطونهم في أماكن حساسة في أجسامهم، وهو وقت الزيارة العامة في الفي بي يسمونها فيزيتيشن بارك، لما يطلعونه من جسمهم يعطونه إياه تحت الطاولة، وهو يروح يشتري حبة مايونيز وياخذ الصنفوف ويروح الحمامات ويرطب الصنفوف ويزقط الصنفوف في جسمه. ولكن بيلي ذا كيد لازم يتقي شر ليس فقط السجانة والكاميرات، بيلي ذا كيد وجب عليه اتقي شر المساجين أنفسهم، خاصة رجال العصابة الدماء، وهي عصابة مشهورة على مستوى أمريكا، وخاصة في فرانكلين سي آي كانوا ديب، كانوا يعني كان عندهم عدد كبير لا بأس فيه، 150-200 شخص رجل عصابة، كلهم ينتمون إلى مجموعة داخل عصابة الدماء يسمونها الست. وهالثلاثة الأربعة الخمسة اللي قبل شوي تكلمنا عنهم، اللي عنوة أخذوا الأغراض من جسد الولد واكو، هم happen to be من زعماء مجموعة الدماء داخل فرانكلين سي آي. والأسماء كالتالي، بعطيكم بعض أسمائهم: ستريتش، تريجي، والثالث اسمه. طبعا هذه كنيات، كل واحد عنده اسم ثاني. يقول لك لا تناديني باسم الحكومة، don't call me Courtney, don't call me Victor, call me تريجي. وتريجي على فكرة اسم الشهرة داخل العصابة الدماء، كل واحد عنده مرتبة، فإذا أنت هذه مرتبتك يسمونك 2G، إذا كبرت الشيء يسمونك تريجي، تري بالأسباني معناته ثلاثة. هي عصابة أمريكية سوداء، ولكن عندهم كنيات واستعمالات لغات أخرى، مثقفين قوي. 2G، 3G، 4G، 5G، وكل ما صعدت بالأرقام كل ما زادت نفوذك وتسلطك على الآخرين، كل ما كان عندك عدد أفراد بالعصابة أكثر تحت أمرتك، سمعنا وأطعنا. 3G، ستريتش، وجن. في العنبر هذا 86 شخص، هم ومع أفرادهم الباقين عندهم لعبة يسمونها put down game. put down game في سجون أمريكا معناتها أجي غصب عليك أخذ أغراضك، عنوة منك وأقول لك عندك مانع؟ I thought so. عنوة يجي يسرق منك الأغراض، طبعا مش من الجميع، من الناس اللي يحسون يقدرون يسرقون منهم، اللي يحسون ما وراها عواقب وخيمة. تريجي، جن، ستريتش بشكل يومي يشوفون واحد جديد، اي come here, what's your name? my name is بوم، والثاني يطلع ورقه ويقول له هاك go to the canteen window right now, go get me بابا 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 بابا. put down game، لعبة الأخذ بالعنوة، لعبة أحط عليك وأعصب عليك وأخرعك وتخاف مني وتفعل ما أشاء. The put down game.